عجبني قوي شيكابالا لما اتكلم مع ابراهيم فايق بعد الماتش على ان في لعيبه ما ينفعش تلبس تيشيرت نادي الزمالك. ما اتكلمش لا في تحكيم ولا ضربه جزاء مش عارف ايه، ولا عمل اي دوشه. اتكلم كلام كوره، تحليل كوره صح. قال لك الاختيارات دي جت امتى؟ قبل سحب الارض ولا بعد سحب الارض؟ ابراهيم فايق رد عليه وقال له لا، قبل سحب الارض. قال له يعني خلاص، دي مش مشكلتنا بقى. المشكله دلوقتي في العين اللي اختارت اللعيبه دي. الناحيه الثانيه عبد الرحمن الشابوني اتكلم وحلل كوره، مين المفروض كان يعمل ايه ومين ما عملش ايه ومين راح فين ومين كان سايب مين ومين ساب المساحه مفتوحه، والهرجله واللامركزيه اللي كانت حاصله. دي الناس اللي بتفهم كوره، مش انتوا اللي طالعين تجعجعوا وخلاص وبلانتي للزمالك ما اتحسبش وعمالين تحزقوا. الكلمه اللي هرد عليكم بيها: الراشي والمرتشي في النار، حسابهم عند ربنا. لا انا ولا انت هنعرف ان احنا ناخد حقنا لو انا اتظلمت في بطوله زي ما اتظلمت في بطولات كتير، ولا انت لو اتظلمت في ماتش او بطوله زي ما انت بتقول ان انت عمال تتظلم. فنخلينا عقلانيين شويه ونتكلم باسلوب كروي، بس كده.